السلام عليكم خوتي خواتي. هادشي شحال ما درت معكم شي فيديو نوريكم انا التقديم ونوريكم المشتريات ديالي. المهم الكبيدات من بعد ما اللايف توصلت بواحد السيده الله يخلف عليها صيفطت ليا واحد البركه، بركه قليله ولكن انا عندي كثير ديك البركه خليتها في السوق الله يخلف عليها. المهم سدات عليا واحد الباب وكتاسف مسكينه كتقول لي اختي راه ما صيفطتش لك شي حاجه غير قبلي. اختي الخير هذا تبارك الله. المهم هذيك البركه عندك تي قليله، انا راه عندي كثير اختي، راه 100 درهم شكون عطاها لك؟ هذيك 325 درهم الحمد لله راه مشيت تقديت بها شحال من حاجه وسديت بها شحال من حاجه ما عنديش، جبتها ووفرتها وغنقدر نوفرها لوليداتي. المهم الكبيدات وتخيلوا معايا الزيتون حتى هو غلا، رابعه ب 130 ديال الزيتون، رابعه 130 580 الزيتون هذا 580 قسما بالله العظيم. وعاد باش الكبيدات اللحم 18 ريال. خديت نص كيلو، هاد نص كيلو غنقسمو، وخديت هاد رويبعات الكفته حتى هي الكفته 100 درهم، هاد رابعه ب 500 ريال. وخديت هاد 5 دراهم هادي ديال الشحمه ديال الكلوه غندير بها ان شاء الله بطبيطات ولا مسيمنات معمرين، مع عارفين دابا البصله الخضاريه تبارك الله موجوده وغنشاركهم معكم ان شاء الله. علاش لا، المهم اللي غنسالي الفيديو غنقسم هاد الحيمات ونديرهم في الثلاجه، وغدا ان شاء الله غندير اللحم بالفلفله معمره بالروز الى بقينا في الحياه وغنشاركهم معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الكبيدات عرفتوا الفلفله شحال؟ 1000 فرنك. هاد نص كيلو هذا 100 ريال. هاد الباربه هادي 60 ريال. الباربه هي اللي رخيصه في السوق، هي الباربه. خديت هاد 5 دراهم ما بين الربيع والكرافس غندير بيه شي نهار الحريره. وخديت الكبيدات هاد القبيطات الخص الوليدات كيبغيو شلاضه. وخديت 2 كيلو ديال البصله الخضاريه، البصله الخضاريه كتعجبني الصراحه تلاه في شلاضه وغندير بها المسمن معمر ولا مطبوخ من عند الله. وخديت هاد نص كيلو ديال المطيشه 3 الحبات ب 100 ريال، 3 الحبات ب 100 ريال. وخديت هاد المطيشه شويه طيبه ما عرفتش شحال كتبها ليا الخدام. المهم هاد المطيشه غنغسلها وغنسلقها وغنطحنها وندير بها الحريره ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا الدنجال داير 160. خديت كيلو بيناتهم، خديت 2 دنجالات نديرهم زعلوك علاش لا. وهاد الكسباسات غنوفرهم النهار نديرهم في مريقه للوليدات، هم اي حاجه راها غتنفع. خديت كيلو ديال الخيزو ب 5 دراهم. هاد البصله هادي دايره 160، خديت 180، خديت نص كيلو ب 90 ريال. عزلتها انا صغيره، كنبغي انا البصله نعزلها صغيره على حسب النصيب ديال الطويجين. وهذا قلت لكم نص كيلو طماطيشه. وهنا خديت 3 كيلو ديال البطاطا ب 140 ريال، 3 كيلو ب 420 ريال. وخديت كيلو ديال الليمون ب 1000 فرنك. وخديت كيلو ديال البنان ب 1000 فرنك بلاتي. وخديت هذا ما عنديش. خديت حاشاكم اللي جيت راه كتعرفوا خصكم في الدار مع الوليدات الصغار. خديت هو 25 درهم. المهم هذيك البركه اللي صيفطت لي السيده قسما بالله العظيم الا خسرتها كلها تقديتها. ودابا يلا غنصب الطويجين. هانتوما كي شفتوا معايا ميكه الدجاجيه هذه. المهم غندير معها خضيره وغندير معها اللي قسم الله. والبارح طيبت البراري لي باط في الليل، جبتها دابا من السوبيره غنحطها ليهم ياكلوها على ما نطيبها الطويجين هذا. وهادشي اللي كاين الكبيدات الصراحه الغلا 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 زعما الضعيف راه ما خلاو لي فين مسكين يتقدى وفين ياكل. عرفتوا انا بقيت كندور هاد الخضاره مول فكنمشي عند واحد كنتقدى كنشوف اللي ولو ناقصه غدا درهم راه زايده فيا وحق الله العلي العظيم. والحمد لله الله يخلف عليك اختي والله يجازيك بخير والله يخلف على الكبيدات كاملين اللي كيعاونوني ومعاونيني في القناه ديالي ومعاونيني في البارطاج وفي اللايك وفي الكلمه طيبه. الله يجزيكم بخير والله ينور طريقكم. ودابا الكبيدات غنحط الوليدات ياكلوا هاد ليباط هادي على ما نوجد لهم الطويجين. وهاد الكوكوط غنغسلها وغندير فيها هاد المطيشه نسلقها يعني باقي الداك معطل غنحط فيها. هاد ليباط كتعجبني زوينه وكتعجب الوليدات الصغار. ها هي طيبتها البارح تعشينا بها، ما طيبتش نص كيلو كامل، احتفظت بواحد شويه
ودرت غير النص ديال نص كيلو. تبارك الله كلينا فيه وبقى فيه هادشي غياكلوا. ما عارفين الوليدات كيبغيو ياكلوا على ما ان شاء الله غنصب ليهم هاد الطويجين هذا بهاد الميكه ديال الدجاج، ونغسل الربيع ونغسل الكرافس عاده باش بشويه بشويه على ما يطيب الغدا. وكنتمنى من العديم الضمير وصوبت الكبيدات بطيطات ديال القمح، هادو ديال القمح الكبيدات. راكم عارفين الوليدات كيبغيو يحلوهم ندير لهم فيهم داكشي اللي قسم الله، الشكلاط ولا زويته ولا الفرنيجه ولا اللي قسم الله، عسيله وزبيده. المهم درت هاد الكميه هادي ان شاء الله ياكلوا فيها وليداتي السيمانه كلها، يعني بطيبيطه راه فيها الخير والبركه. فهمتوا؟ انا كنديرو هكا صغيور ومحلول وكيجي محلول من الداخل. هانتوما كي كتشوفوا معايا راه كيجي محلول، والقمح راه صحي الصراحه لله زوين. ايوا هادشي اللي كاين الكبيدات شاركتو معاكم. وصوبت خواتاتي هاد الكميه ديال هاد المسيمنات تقريبا 25 23 مسمنه والله ما حسبت حتى هي كتنفعني. هاد المسمن تا هو كينفعني تا هو مع الدراري، يعني مع الصباح بعد الخطرات كندهنو ليهم بالشوكولات كيديوه الكوتي كينفع. نتشوفوا معايا انا ولادي كيبغيو ليا المسمن مربع. هانتوما راه محلول الكبيدات. تسنى دابا هيبرد وغنديرو في ميكات ندير المجمد. المهم هادشي غنحتفظ به لهاد السيمانه ان شاء الله، ويحل الله تعالى الكبيدات. نوريكم هاد الكيك حتى هي. يلا دابا هي خرجتها وذوقتها من هاد الفيرميسيل الكحل. وهادشي اللي كاين كنديرها في هاد العلبه هادي. دابا راه درت ليها تبصيل هانتوما شفتوا معايا. كنديرها في هاد العلبه هادي وكنغطيها، وكتبقى الصراحه كتبقى 3 ل 4 ايام 5 ايام كتبقى الكيك رطبه بحال لا صوبتيها. هذا راه عندي شحال من عام وعندي هاد العلبه هادي. انا نجيب لكم الصور ديالها. ما شحال اللي خدمت فيه وجبدته غسلته دابا على هاد الشكل، وغنحطها بحال هكايا ونخليها. ما نقطعوا بها، ملي كتعرفوا الوليدات غنوع عليهم مره خبيز ومعاه طريفه كيكه، مره مسيمنه ومعاه طريفه الكيكه. وهادشي اللي كاين الكبيدات شاركت معاهم شاركتو معاكم. والغدا قبيله درت واحد الطويجين عاد خلطت فيه الخضره والحريره درتها ليهم من العشاء. يلا عاود خويت ليا زلافه زدني، وهاد شويه يبقى الصباح نفطروا بهم. يعني ما بقاش بزاف، راكم عارفين مطيشه غاليه. انا خديت غير واحد مطيشه مفرقعه نقيتها وقاديتها هي اللي درت بها الحريره. وهاد السليفه هذه غنشربها انا. المهم خواتاتي هادشي اللي كاين شاركتو معاكم، وكنتمنى لنا الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم، ولايك والبارطاج والدعم بالقناه. الله يجازيكم بخير. المهم الكبيدات ديالي بلا ما ساليتش نسيت راسي بانني راه صورت فيديو ما صورتش لكم الطاجين اللي درت في الغدا. المهم هاد الخبيزات هادو راه طيبتهم دابا، الخبيزات ديال الدار. هاد الخبيزات راه غنقسمهم وغنديرهم في الثلاجه، وكنبقى غناكلو 2 خبيزات. يعني 2 خبيزات راه كافي الخبز ديال الدار، ماشي بحال ديال الزنقاده ديال القمح. المهم هادشي اللي كاين الكبيدات، وغنوريكم شنو صابت ثاني هاد العشيه هادي.